تعالوا بقى يا جماعة لما احكي لكم النهاردة عن تجربتي في تربية الأبيض. لا بصراحة إنجاز يا جماعة، تربية الفراخ البيضة إنجاز. يعني والله أنا طول عمري بربي بربي بلدي وبربي مسكوفي. أصلا إحنا من بيت أرياف، يعني متعودين إن إحنا على التربية. بس بالنسبة للأبيض ده بصراحة يعني كان حاجة جديدة عليا السنة دي يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. لا بيبقى فيه إمتاع، بيبقى فيه خير. يعني زي ما انتم شايفين الصدور قدامكم دي، والله دي فرختين من فرختين، والله كان عمرهم حوالي 35 يوم. كنت عايزة أكبرهم ل40 يوم، بس بصراحة كان حسيت إن الجو سقع فخفت عليهم من السقعة. فلا هو إنجاز بصراحة يعني يا جماعة. طول عمري يعني بقول لكم إن تربية البلدي بتاخد وقت. وبالنسبة للطعم والله أنا عايزة أقول لكم إن أنا سلكت الوراق بتاعة اللهم صل على محمد بتاع الفرختين دول. كان طعمهم والله العظيم ما يفرق عن حاجة بلدي، ما يفرق عن أي حاجة بلدي. بسم الله ما شاء الله، يعني بتملي بيتك خير يا جماعة. يعني لو عندك مكان والله ربي. زي ما بقول لكم يعني ما شاء الله، شايفين أوزان حاجة كده عاملة مثلا فوق ال3 كيلو ده لما عديت ال40 يوم. عايزة أقول لكم اللي أنا فيه، أنا آسفة طبعا على صوتي، أنا عندي دور برد وتعبانة. فقاعدين عندي 2 فوق او 3 من الابيض مش قادرة اذبحهم. والله بسم الله ما شاء الله اوزانهم وصلت 4 كيلو. انا كنت ناوية اذبحهم من يومين كده، بس يعني الدور البرد اللي عندي مخليني مش قادرة بصراحة. فاللهم صل على سيدنا محمد. لا والله يا جماعة بالنسبة لتربية الابيض. لا ربوا يا جماعة. والله لو عندك مثلا بلكونة، عندك اوضة مثلا انت مش بتستعملي فيها، يعني عاملاها كده للخزين، خدي منها جنب. واللهم صل على سيدنا محمد. زي ما شايفين كده قدامكم يا جماعة، والله الواحد بيبقى بيته مليان خير. وبعدين الشغل حلو أصلا، يعني والله العظيم إن احنا نشتغل كده وننتج. والله يعني الشغل بيضيع مننا همومنا، وبيضيع مننا بيخلينا يعني الفراغ وحش يا جماعة. الفراغ والله العظيم، الفراغ بيخلينا نقعد نفكر كتير في أي حاجة زعلتنا، في أي موقف زعلنا. فالفراغ وحش جدا والله. لو انت مش قادرة تشتغلي، والله دايما بقول لكم يا جماعة، لو عندنا مكان نربي فيه ونملى بيتنا كده خير. وحلو انك والله انتوا بتعرفوش فرحتي لما بطلع اذبح واطبخ للعيال واقسم لهم الاكل بايدي والنوايب بايدي. ببقى فرحانة والله، ببقى فرحانة اكتر من اني اكون شارية الحاجة كده. لا اني انا تعبت الحمد لله، حتى لو حاجة ممكن تكون حاجة بسيطة، بس لا، دي حاجة حلوة قوي والله.